السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ النهاردة على قناة شرح مختصر هقدم لكم شرح قناة موقع جديد ومفيد. أنا متعودة دايما أشرح لكم باختصار الفكرة العامة للموقع، مش شرح بالتفصيل. يعني نظرة عامة على الموقع من بره وخدماته ايه واحنا ممكن نستفيد بايه وهو بيقدم لنا ايه. ده فكرة شرح موقع شرح مختصر ليكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وأرجو في التعليق لو في أي ملحوظة أو أي فكرة جديدة أو أي حاجة عايزيني أشرحها لكم، يا ريت تكتبولي في التعليقات. وبشكركم شكر جزيل على استماعكم. نبتدي نخش في الموقع. أولا أنا اخترت لكم موقع النهاردة مهم جدا لكل فئات المجتمع، موقع اسمه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. الموقع ده بيهدف إلى إن هو يوفر مسكن ملائم للمصريين، وطبعا الدولة بتساهم في الكلام دون، ودي خدمة للمواطنين. طيب نشوف القائمة الرئيسية. أولا لازم نسجل على الموقع ده عشان نقدر نستفيد من الخدمات بتاعته. وزي ما احنا شايفين خدمات الصندوق، عفوا، نقدر نفتح مركز خدمة المواطنين. أول حاجة خدمات الصندوق، مركز خدمة المواطنين، ندوس عليها. ده مكتوب عليه طلبات. ده ممكن بعد ما بتسجل تسجيل دخول وتعمل إنشاء حساب على الموقع، في حاجة اسمها طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وبيبقى فيها شرح للخدمة، بيقدم فيها شرح للخدمة فيديو. وطبعا احنا زي ما احنا شايفين ممكن نفتحها. تمام، زي ما احنا شايفين مركز خدمة المواطنين. ايه اللي ممكن نقدر نستفيد منه؟ زي ما احنا فينا طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، طلب تعديل من دور لدور، وطبعا بيشرحوا الخدمة سواء فيديو أو سواء نبذة مختصرة كلاميا. طلب رفع استكمال المستندات الأساسية، طلب تصحيح البيانات، وطبعا بيقدم شرح. طلبات متابعة ملفات بشركات الاستعلام. طبعا في شركات استعلام بتنزل للحاجزين للوحدات، بتستعلم عنهم هل يقدروا يدفعوا، مكانهم فين، طريقة المعيشة، أسلوب الدفع، وبيتكلموا معاهم. طلب إعادة استعلام الميداني، تقديم إفادة مخالصة سداد القرض، طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة، طلب تنازل عن إعلان سابق، طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني، طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض، طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية، طلب استرداد مقدم الحجز بعد التخصيص، تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات. طيب زي ما احنا شفنا كده على الموقع، دي الخدمات اللي بتقدمها صندوق الاجتماعي للمواطنين. لا عن مخالفة، لو في اي مخالفة مثلا تعالوا نشوف هو نظامهم ايه. حد عنده اي استفسار او سرية، بيانات مقدم البلاغ، الرقم القومي، موبايل مقدم البلاغ، عنوان البلاغ، الملفات، صور المخالفة، بيانات صاحب الوحدة المخالفة، موبايل، المحافظة، المدينة، موقع، الدور، بإرسال. طبعا ده لو حد شاف أي مخالفة يبلغ عليها. هي دي قصة الخدمة اللي بيقدمها صندوق الاجتماعي. الشكاوى والمقترحات برضو نشوف ايه هما بيقدموا ايه. عميل موجود بالنظام، عميل موجود غير النظام. دي الشكاوى والاقتراحات اللي هي بتتقدم. وفي لو مفيش عدم استجابة للطلب بتقدر تكلم الكول سنتر زي ما احنا شايفين الأرقام قدامنا لو احنا حاسين ان الموضوع صعب يعني.
وتدخل رقم التليفون وتحديد نوع الشكوى، وطبعا بيتم إبلاغ العميل وتقديم التظلم في حالة ضرر العميل زي ما احنا شايفين على الموقع. نتائج الفرز والتظلمات طبعا بالرقم القومي PDF، عاملين زي ما احنا شايفين رقم الوحدة ونموذج العمارة، المنطقة، الشركة المنفذة، كود الوحدة، المدينة، الإعلان زي ما احنا شايفين. ده الإعلان المتاح حاليا على موقعه. في برضو كمان فيديوهات تعريفية زي ما احنا شايفين. ده التقرير السنوي العام 21-22 إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي، ونحسب الدعم، واستعلام عن حالة الطلب لو انت مقدم طلب حجز وحدة، واستعلام عن نتائج الإعلانات، تقديم طلب وحدة سكنية. نبص على أهم حاجة فيهم. لازم عشان تقدم وحدة سكنية لازم تعمل registration، لازم تعمل إنشاء، تعمل زي ما احنا شايفين كده وتقدم. الشروط العامة لحجز وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي: يجوز المتقدم للحجز للشخص صفته. دي الشروط اللي هي مهمة جدا. أول حاجة بموجب رقم قومي، وكذا الحجز القصر بموجب الرقم القومي وواقع شهادة الميلاد. الوحدات السكنية المعودة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق المشتري العام أو الخاص في أي وقت تغيير استخدام مخصص له، يعني سواء بالإيجار أو بالبيع. من فسخ العقد وإلغاء التخصيص. استرداد الوحدة، يعني هيئة المجتمعات العمرانية لو لقت أي نشاط غير السكن بيتم فسخ العقد وإلغاء التخصيص. يعتبر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سنة رقم 93. القانون ده إنه جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على الوحدة السكنية، إن كمان مفيش حاجة اسمها حصة في الأرض. الوحدات السكنية محل الإعلان ليس لها حصة في الأرض. طيب شروط الحجز طبقا: أول حاجة ألا يقل سن متقدم من 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، عدم سبق الاستفادة متقدم بحجز شقة قبل كده، أو عدم امتلاك لمسكن إليه بالإرث الشرعي ما يكونش عنده مسكن. يحصل على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري. أن يكون المتقدم الدخل ألا يزيد صافي دخله السنوي من قبل مجلس إدارة الصندوق. أن يكون من أبناء المحافظة. استعمال يحظر التصرف في الوحدة بأي نوع من الأنواع قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام. شراء الكراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية بمبلغ 100 جنيه لا ترد ولا تسترد. لا يزيد صافي الدخل عن 68,400 بما يعادل 5,700 جنيه شهريا، ولا يقل صافي الدخل الشهري الأسرة عن 1,300 جنيه. والحد الأدنى للتعامل بنظام التمويل العقاري. وبالنسبة للأعزب لا يقل 4,000 دخله عن 50,400 سنويا بما يعادل 4,200 جنيه شهريا، ولا يقل صافي الدخل الشهري له عن 1,300 جنيه. دي شروط الحجز طبقا للإعلانات اللي قبل كده، ودي ثابتة ما بتتغيرش. بس أهم حاجة نعمل ريجستريشن عشان خاطر نقدر نقدم على مسكن فيها وحدة سكنية في هذا المكان. طيب خلينا نرجع برضو يحسب دعمك، برضو نبص عليها. معلومات: أول حاجة
معلومات التمويل بالجنيه المصري: السن، الدخل، دفعة المقدم، سعر الوحدة المقدم عليها، فترة التمويل، وبيحسب. طبعا الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200، والمتزوج 5700، والحد الأقصى المسموح سداده 50%. بتدفع النص. قسط الشهر لا يتجاوز 40% من الدخل حالة وجود شريك متضامن. زي ما احنا شايفين طيب، لو اتحجز لك وحدة سكنية يتم الاستعلام بالرقم القومي وكلمة السر. طيب نيجي استعلام عن نتائج الإعلانات، لازم يبقى فيه دخول برضو. كده أنا شرحت يعني مختصر عن الموقع، ايه اللي موجود وايه اللي نقدر نستفيد منه بصفة عامة مش بالتفصيل، بحيث انه كل واحد يقدر يحدد هو عايز ايه من الموقع. بشكركم شكر كبير، و لو في اي تعليق او اي حاجة تقدروا تعملوا لي كومنت، ومنتظرة دعمكم، منتظرة السبسكرايب بتاعكم ومشاركتكم معايا، وشكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.